السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنتكلم النهاردة عن المشاكل اللي بتقابلكم في شهر 12، وكمان هنتكلم عن أفضل النصايح في شهر 12 عشان تقدر تكمل باقي السنة على خير. أول مشكلة دلوقتي بتقابلكم وهي فقدان الشغف. الناس اللي بدأت مذاكرة من أول السنة دلوقتي تقول لك خلاص مش قادرين نكمل، خلاص زهقنا من المذاكرة، تعبنا خلاص نفسيا. عندكم حق والله، فعلا والله ده طبيعي جدا، وانت بتقول كده عشان اللي شفته في الفترة اللي فاتت. الفترة اللي فاتت كانت صعبة، والتراكمات والمذاكرة اللي عليك، وفترة دلوقتي نص السنة هل هقدر ألم القديم مع الجديد والكلام ده كله. بس أنا عايز أفكرك برضو إن خلاص قطعت جزء كبير من المشوار، أصل الحل قرب فانشف كده وحاول برضو في أجازة نص السنة بجانب اللي قلنا هتعمله الفيديو اللي فات اللي هنسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. حاول برضه في الاجازه دي تقدر تروق على نفسك عشان تقدر تكمل اللي جاي وتستفيد من الاجازه دي. تاني مشكله بتقابلها في الفتره دي وهي النسيان، وهل ده طبيعي ولا لا؟ النقطه دي اتكلمنا عليها باستفاضه في الفيديو اللي فات اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. بعد الفيديو ده اسمعه، مهم جدا. تالت مشكله دلوقتي وهي الناس اللي بتفكر اذاكر القديم اللي عليا ولا اذاكر الجديد. وزي ما قلنا برضو ان القديم تذاكره في الاجازه دي، تحاول في الاجازه تلم اكبر قدر من القديم وتراجع عليه، واما ترجع من الاجازه تمشي في الجديد اول باول وتذاكره وما تفوتوش عليك حاجه. ما تسيبش حاجه في الجديد الا وتذاكرها، لان القديم ده هيتراجع عليه كتير قوي، فلازم الجديد تبقى صح. قبل ما نتكلم عن النص الثاني من الفيديو وهو ايه افضل نصايح في شهر 12 عشان اقدر اكمل بيها السنه، حابب اقول لك لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه يا ريت تعمل سبسكرايب. خلاص قربنا من 1000 مشترك، وطبعا شير كتير للفيديو عشان يوصل لطلاب كتير. يلا بينا دلوقتي نتكلم عن نصايح لشهر 12 في الثانوية العامة. أول حاجة، ما تشغلش نفسك هتخلص المنهج إمتى وإيه هيبقى نظام الامتحانات، وهل هقدر أراجع على القديم ولا لأ، وهل أقدر أحل كمية مناسبة من الأسئلة. ده كله ما تفكرش فيه دلوقتي خالص. عامل زي ما بتتعامل وذاكر وحل، وسيب موضوع المراجعة والحل دلوقتي. تاني نصيحة، إن الفترة دي بالذات محتاجة حل كتير قوي في كل المواد. حل على قد ما تقدر، والله صدقني ده أهم حاجة. وهي الناس اللي لسه بتروح درسين في كل مادة أو في مواد معينة، لازم تستغنى عن مدرس فيهم بجد. الفترة دي أنت محتاج الوقت قوي، فبلاش تضيعه بين الدول. طب هتقول لي مثلا احنا بناخد في مادة مع مدرس بيحل كويس ومدرس تاني بيشرح كويس، طب نسيب مين فيهم؟ في الحالة دي أنت هتسيب المدرس اللي بيشرح كويس، وهتكمل بقية السنة خلاص مع المدرس اللي بيحل كويس، وهتحاول تجيب الشرح وتعوضه من شرح يوتيوب. ركز مع المدرس اللي بيحل كويس في كل مادة حرفيا، ده أهم. رابع نصيحة وهي حاول تقلل الحاجات اللي بتضيع وقتك الفترة دي، زي مثلا التليفون والتلفزيون والخروج وكده. قلل على قد ما تقدر الفترة دي، وحاول توفر الوقت. اعمل اللي عليك وما تقصرش وما تزهقش، وكمل باقي السنة واللي فيه الخير إن شاء الله يقدمه ليك في ربنا. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتم. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يعمل سبسكرايب. عايزين نوصل ل1000 مشترك عشان الفتره الجايه دي هتبقى فتره بجد للنار. هننزل فيها الحاجات المهمه والاسئله المهمه اللي بتيجي على مدار السنين اللي فاتت في الثانويه العامه. لو لسه ما اشتركتش معانا اعمل سبسكرايب وشير الفيديو على قد ما تقدر. اشوفكم الفيديو على خير.